هاتمرن، انا اصلا مضغوط، انا اصلا، وهو مش عارف ان الرياضه دي هي اللي هتساعده ان هو يطلع من الضغط اللي هو فيه. ايوه انا لو اديت لنفسي ساعه واحده بس، مش كل اعرف يوم، امشي الدنيا معايا. هعرف افصل. لما انا ابدا اعمل رياضه وابدا اتطور فيها، كل الحاجات دي بتديني ثقه في نفسي ان انا هقدر اواجه الضغوطات بتاعتي. الرياضه بتحسن من شكل الجسم، فبالتالي ده بينعكس على زياده الثقه بتاعتي في نفسي. هبقى واثق ان انا هعرف اتعامل مع كل المتغيرات بتاعتي. الرياضه برضو بتخليني ان انا ابقى ملتزم وعارف ارتب الاولويات بتاعتي. يعني حتى لو انت مش عايز تتمرن وحدك ومش بتتشجع ان انت تتمرن وحدك، ممكن تتمرن مع اصحابك، مفيش اي مشكله. لان برضو ده بيساعدك ان انت تخلي نفسك حوالين بيئه كلهم عايزين يغيروا جسمهم، كلهم بيفكروا تفكير ايجابي. فكل ده بيساعدك ان انت تبقى في حاله كويسه، على الاقل ان انت بتدي الوقت ده لنفسك، فهتقدر تطلع تدي الوقت للي حواليك، تدي الوقت للمذاكره، تدي الوقت لعيلتك. بس الفكره ان انت ما تخليش حاجه تيجي على الحاجه التانيه، مش اكتر.